الاشخاص اللي بتتكلم طول الوقت، يبقى بيتكلم شخص قدامهم طول الوقت بيرمي الكلام، يروح باصص لحواليه كده يشوف رد فعلهم ايه، يقول الافيه ويروح باصص على جنب يشوف رد فعلهم ايه، يقول اي مواضيع يبتدي طول الوقت عينيه مع كل اللي حواليه. ده شخص بيهتم جدا باراء الناس، شوي لابعد حد. هو ما بيقولش الكلام بغرض حقيقي، هو بيقول الكلام بغرض لفت الانتباه، كان هزار، ان كان مواضيع جاده، ان كان انتقاد. فلما يكون الشخص ده سمع، او في الغالب بتبقى سمع، مش بتكلم في موقف او في مشكله، لا، هي بتبقى سمع عنده انه طول الوقت هو بيتكلم الشخص لازم يرمي عينيه يشوف الناس بتعمل ايه. للاسف بيبقى يعني بيميل، لو ده طول الوقت بيميل لنوع معين من اضطرابات الشخصيه اللي اساسها شكله قدام الناس، او ممكن مستعد يعمل اي حاجه عشان يبان. بس ساعات بقى زي ما قلنا ممكن يبان ان هو يلعب دور الضحيه، يبان بان هو شخص بيزعق ويصرخ وعامل فيها القوي، او شخص مريض طول الوقت. المهم لازم يبان، هو دي السمة الرئيسية عنده. فلو في حد خد باله ان هو بيعمل ده، يبتدي يركز ان هو مش مهم رأي الناس، المهم الموضوع اللي انا بتكلم فيه. طيب لو الشخص ده هو بينتقد زي ما قلنا، وهو بيحب يعملوا فرقعه، يعني بيحب يكونوا مجادلين، يعني تلاقيهم في المحاضرات هم دول المجادلين او اللي بيرموا افيهات. لو في المواضيع، لا، في الحياه العاديه تلاقيه دايما بيرمي موضوع للجدال، هو مش قصده جدالك انت، هو قصده ان هو يلفت انتباه، فما تروحش معاه في الدوامه بتاعته، خليه يهري كده مع نفسه. كان معاكم دينا.